جبت لكم اليوم فطيرة رائعة ومحشية بالجبن، فطيرة ولا أروع، مش راح تستغني عليها وخاصة في هذا الشهر الفضيل. شوفوا المنظر تاعها يشهيتكم في الجنة. نحتاج نصف كأس حليب دافي، 10 غرام زبدة أو 2 مغارف، نص مغرف خميرة الحلوى ومغرف سكر. نخلط المكونات جيدا. هذه الفطيرة سهلة، مكوناتها موجودة عندك وتجي ولا أروع. راح نحتاجو 100 غرام، وبعدها نزيدو 100 غرام فرينة بعد ما غربلتيها، ونزيدو لها لأن كما قلت لكم على حساب الفرينة نتاعك. هنايا راح نزيدو 50 غرام، يعني دات منا 150 غرام فرينة، لأن هنايا مش راح وهنايا زدنا الملح. كما قلت لكم كل فرينة وكيفاش كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا. المهم نخلطوا المكونات كامل مع بعض، ندخلوهم في بعض، مش راح نعجنوها. تبعوا الطريقة جيدا وراها رائعة وسهلة التحضير، مش راح تدي منك وقت. والبنة ذوقوها ورجعوا لي في التعليقات، اكيد راح تعجبكم. خلطهم كامل مع بعض ونجيبوا كيس ونغطوها ونخلوها ترتاح. بعد ما طيبنا 2 حبات بطاطا، طيبناهم مسلوقين، رايحين نهرسوهم. والاضافات راح نزيدوا شويه حليب يكون خاطر، هذه قيس خبزه واحده، ملح وفرماج مثلثات. المهم واش عندك في تحبي تزيدي اضافات زيدي، انا المهم هذه جاتني روعه. ندخلهم كامل مع بعض. تحبي تزيدي كزبر او لا، انا هنا يعني ما زدتش، بصح جاتني ولا اروع. جربوها على طريقتي كما اني درتها وتشوفوا، والعجينه راح تجيكم روعه وتجيكم هشيشه. راح نديرو شويه فرينه، ما نكثروش الفرينه باه برك نفتحوها. المهم حبيباتي ان شاء الله راني كل مره راح نجيب لكم مقبله. المهم بعد ما فتحنا العجينه راح نجيبوا هذيك العقده اللي درناها. هنايا راه قيس كي يولي عندك عائله 5 أو 6 ديري 4 خبزات أو 3 خبزات، لأنها راه تشبع هذه. وفي رمضان مع الأطباق اللي تحطيهم هذو ما تحقيش ديري بزاف، ديري خبزة أو 2 كل مرة. واش ديري ساعة بوراك ساعة تنوعي، ماشي ما حاجة واحدة طول رمضان. المهم هنا جبنا فرماج بشرناه، تحتاجي أي نوع تاع فرماج، وراح تغلقيها هكذا كالصريرة. لازم تغلقيها مليح باه ما تخرجلكش العقده بعد ما تفتحي الخبزه. كما قلت لكم راه سهله المكونات وسهله التحضير. هذه ان شاء الله في شهر فضيل راح تحضريها كي يولي تقريب الفطور. ان شاء الله ربي يجيبه بالصحه ان شاء الله ونصوموه وربي يتقبل منا رمضان. شوفوا انا كفاني نفتح ومانيش نحرك فيها، ندور في الاداة اللي جايه اللي تحتها وخلوها هكذاك، ما هي عاليه ما هي هابطه، نص نص. المهم دوكا نوريكم كيفاش راح نطيبوها. راح ندهنوا المقله تاعنا بزبده او زيت اللي عندك حاضر، المهم ادهنيها
انا هنا راني دهنتها بالزبده. نحطوا الخبزه تاعنا بالعقل باه ما تفتحلناش، حتى راه سهله كي ترفعيها ما تخافيش عليها، راهي محاكمه روحها. المهم ديروا المقادير اللي وريتلكم في البدايه. المهم راح ندهنوا ثاني الخبزه من فوق بعد ما فات عليها هنا تقريبا 5 دقائق او 6 دقائق. ندهنوه من فوق ونقلبوا الخبزه. رايحين نقصوا عليها النار باش الفرماج يذوب على غرضو. احنا نحتاجوا العجينه تطيب، ونغطوه، ندهنها من فوق ونغطوها حتى تتنفخ معنا الخبزه. منين داك حركي هنا راه تدي منك تقريبا ساعه غير ربع. شوفوا كيفاش نفخت. كما قلت لكم النار هفتوا عليها، ما تزيدوش النار. شوفوا المنظر تاعها دوكا كي نقلبها رائعه. ودوكا حنوريكم ثاني اضافه من عندي، اذا حبيتوا ديروها، ما حبيتوش هكذاك راها تجي بنينه. راح نزيد لها بقالي فرماج مبشور، راح نزيدو من الوجه ثاني، راح يعطيها منظر ويعطيها بنه ثاني رائعه. وديري هنا في التزيين كزبر من فوق، لاني الكزبر انا ما درتش من الداخل. راح تغطيها شويه بلا ما ذاب الفرماج هذاك اللي من فوق وتنحيها. هنا ردات مني ساعه غير ربع. كما قلت لكم راها سهله التحضير وراح نقطعوها. شوفوا قدامكم روعه. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه تاع نهار اليوم، وارجو انكم تجربوها واعطوني رايكم في التعليقات. كل عام واحنا بخير، وان شاء الله كل مره نجيب لكم وصفه ناجحه وسهله. رمضان كريم وبصحتكم.